انا بتحاسب من الهجمه، مثلا بيبقى في هجمات كده مموله، ده يقول لك شوفوا بتاع الاخلاق اللي بينادي بالاخلاق والمثاليه بيبوس هياتم. ايه يا اخوانا، ده كل السينما المصريه والله العظيم احنا شفنا الافلام دي. يا ده احنا كنا اعدامنا كل اللي شفناهم بيبوسوا في السينما، كان فيها بوس وفيها احضان وفيها حاجات تانية. انا الفيلم الوحيد وما بوستهاش بجد والله، هو الموقف كوميدي انها توهمه ان هو عمل حاجه يعني معاها وكده، ف يقول لك اهي الصوره ويجيبوا الصوره ان دي فضيحه كبرى يعني. فيا اخوانا انا لا قس ولا شيخ، يعني فنان ممكن، وانا مش ضد ده على فكره في السينما. هند رستم الفنانه العظيمه وشاديه وفاتن حمام كلهم دول اتباسوا والله، اتباسوا. وعلى فكره احنا كنا بنتضايق من الموجه اللي حصلت في السينما اللي هي افلام المقاولات اللي قامت على ده. يعني الفيلم ما فيهوش غير ده، ايوه اتكلم صح. انما انا بقول ان السينما حسب المناخ اللي كان موجود. المناخ الموجود ايه؟ هتبص تلاقي الوقت اللي تقدم فيه كارنك وتقدم فيه ابناء الصمت وكده كان بعد حرب اكتوبر، كان لازم يتعمل الاعمال ديت يعني. في افلام في فتره انا كنت بطلت فيها مسرح، معظمها تراجيدي قبل ما نشوف الكوميديا اللي هي السينما. ايوه السينما ادوار كتيره تراجيدي. لا وهقول لك على حاجه تانية، انا حاولت اعمل ده اللي عملته في المسرح. ما فيش مسرحيه الا اساس الكوميديا فيها تراجيدي. اقولهم لك الموضوع بتاع العمل تراجيدي، النتيجه كوميديا. لذلك انا بتكلم على التراجي كوميدي او البلاك كوميدي او كده، هو ده من اعظم الاعمال. اولا لفنان يقدر يعمل ده. انا يعني كان في النقاد الكبار لويس عوض والناس دول لما كانوا يتفرجوا يقول لك انا عايز افهم، انا بضحك اعيط ازاي في نفس اللحظه. كنت قادر ان اعمل ده، او توصل الناس لاحاسيس معينه وتقوم قايل كلمه مش حاجه كده، لا في المعنى. زي في وجهة نظر كان بيخلي الناس هتبكي ويقوم قايل لها انا بخاف من الضلمه مش مبصر، فتلاقي الناس وهي غصة العياط دي وبيضحكوا. ف لا نستطيع ان نقول فلان هو ملك السينما وهو ملك المسرح وهو ملك التلفزيون وهو ملك الإذاعة وهو ملك ال التيك توك أو أي حاجة. مفيش. ممثل ده ممثل عظيم قدم في السينما 300 فيلم ده لها ثمنها. وفي ممثل تجربته 22 فيلم ما اقدرش اقول ده ممثل سينمائي عمل تاريخ سينما.